فدي أقدار، دي نفحات، ودي أسرار. إياك أن تستهتر بأحد. أسرار. سيدنا مالك بن دينار الله يرضى عليه، أحد الزهاد الكبار، كان في الكوفة، فبيقول أنا ماشي في الشارع ولقيت الناس مع الظهر بتجري، كل نسوان ورجالة وكبار وصغيرين، فقلت ما الأمر؟ في إيه يا إخواننا؟ قالوا لي السماء لم تمطر منذ فترة وأجدبت الأرض ونحن في احتياج إلى الماء، نذهب إلى المسجد الكبير في البصرة نصلي صلاة الاستسقاء لعل الله يروينا. قلت أدخل معه، فصلينا الظهر وصلينا صلاة الاستسقاء وأخذنا نجأر وندعو الله أن يرسل لنا القطر المطر. قعدنا لغاية العصر ما فيش حاجة، فوصلنا بعد صلاة العصر نجأر وندعو الله أن ينزل لنا الغيث لغاية المغرب ما فيش حاجة. وصلنا من بعد المغرب إلى العشاء ندعو الله ونجأر إليه اسقنا يا رب، فلم يسقن. يتأخر الليل، قلنا خلاص كل واحد يروح بيتهم وبكرة نيجي ندعو تاني، عساه أن يستجيب وعسى من الله واجب. فتفرغ الجامع إلا أنا ضيف، فقلت أبيت الليلة في المسجد، مسجد البصرة الكبير. زمان كانت كمية الأنوار قليلة، حاجات بسيطة كده تنونو، فاخترت جانبا في المسجد وأنا الوحيد الذي تبقى، كل واحد روح بيته أهل البلد.